السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض تكملة لفيديوهات نواعم العيد. هنعمل مع بعض بيتي فور سهل ودايب وطعمه يجنن، وهنعمله بطريقة سهلة جدا. يلا بينا نقول بسم الله. بس قبل ما نبتدي، دي قناتي وانا اسمي ايمان. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وكمان ما تنسوش تحطوا لي لايك وكومنت وتعملوا شير للفيديو مع اخواتكم واصحابكم علشان يبقى فيه تفاعل اكتر على الفيديوهات بتاعتي. يلا بينا نقول بسم الله ونشوف هنعمل البيتي فور مع بعض ازاي. معايا هنا 100 جرام من السمنة، ومعايا بيضة وصفار بيضة زي ما انتوا شايفين كده. هقول لكم عليها ليه بعدين. ومعايا هنا كمان فانيليا سايلة، ممكن تستعملي بودر لو موجود عندك، المتاح ممكن نشتغل بيه. معايا هنا 300 جرام من الزبدة تكون ساقعة، بس نكون مطلعينها من التلاجة قبل ما نشتغل كده بنص ساعة، ساعة الا ربع، بحيث انها تكون مش جامدة قوي ونعرف نشتغل بيها. ومعايا هنا 150 جرام من السكر البودر. هنبتدي بقى اول حاجة نطري المواد الدهنية بتاعتنا او الزبدة والسمنة مع بعض. خطوة مهمة جدا نعرفها، ان لازم حاجتنا تكون ساقعة، ما تكونش بدرجة حرارة الغرفة، علشان البيتي فور بتاعنا يطلع مظبوط معانا. بعد ما طرينا الزبدة والسمنة، هنحط عليهم السكر البودر كده ونقلبهم مع بعض كويس قوي، لغاية لما يديني قوام كده شبه قوام الزبدة اللي بنشتغل بيها، كريمة الزبدة اللي بنشتغل بيها في التورت. بعد كده هزود بقى بيضة وعليها معلقة من الفانيليا، معلقة كبيرة. هنقلب كده البيض مع الزبدة. صفار البيض اللي احنا بنحطه هنا، مش بحط بيضة كاملة ليه؟ علشان صفار البيض ده بيديني طراوة كده للعجينة بتاعة البيتي فور. لو حابة انه يكون في سنة قرمشة تخليهم بيضتين، بدل ما تشيلي البياض خليهم بيضة كاملة. بعد كده هزود هنا نص كيلو من الدقيق زي ما انتوا شايفين. هقلب بقى بايدي باطراف صوابعي كده لغاية لما نحس ان الدقيق اختلط بالخليط بتاع الزبدة والسمنة كويس قوي. بعد ما بنخلص العجينة بتاعت البيتي فور هنلاقيها قوامها كده عجينة بتلزق وطرية. ليه؟ عشان انا عاملة النهاردة المقدار ده هستعمل فيه القمع مش المكنة بتاعت البيتي فور. لازم يبقى قوامها طري كده شوية عشان تبقى سهلة وطرية كده وسلسة معايا وانا شغالة بالقمع بتاع البيتي فور. ده كده هيبقى الشكل النهائي لقوام عجينة البيتي فور. زي ما انتوا شايفين عجينة بتلزق وطرية كده بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه كده، يبقى انتوا عاملين العجينة مظبوطة جدا. وهعمل جزء بالكاكاو، ده نوع الكاكاو الخام اللي انا استعملته، هاخد منه معلقتين وهاخد تلت كمية العجينة احطها عليه. هجيب هنا كمان معلقتين من الزبدة زي ما انتوا شايفين كده، وهاخد العجينة واحطها مع بعض ونضربهم كده ضربة بالمضرب لغاية لما يختلطوا مع بعض كويس اوي. ضروري جدا نحط معلقتين زبدة على قد الكمية للمواد الجافة اللي هنحطها عشان العجينة تطلع متجانسة وطرية. ده كده شكل التب اللي احنا نستعمله. هجيب هنا التب بتاع الاكلير، وهجيب نفس الشكل الصغير بتاعه، وهكتب لكم رقم التب دي في التعليقات او في صندوق الوصف. هاخد كمية صغيرة كده في الكيس بتاع الحلواني اللي انا هشتغل فيه. احاول كده اطريه واطلع منه اي هوا علشان لما اجي اشكل البيتي فور يطلع مظبوط معايا. وفي نفس الوقت طول ما العجينة طرية ونازلة بمنتهى السهولة معاكي كده من القمع اللي احنا شغالين بيه، دليل على نجاح الوصفة بتاعتنا. لا هي فيها حتة زيادة ولا هي ناشفة معاكي، والوردة طالعة مظبوطة كده زي ما انتوا شايفين. هعمل معاكم كده بالقمع اللي احنا شغالين بيه ده او التب دي كذا شكل كده، شكل الوردة والشكل التاني اللي انا عملته كده، ناخد افكار نشتغل بيها. وهعمل شوية بالكاكاو كده زي ما انتوا شايفين، بالتب الكبيرة اللي هي الوردة نفس الشكل بس الوردة الكبيرة. هحط معاها واحدة بيضة علشان اعرف اذا كانت استوت كويس ولا لا. وهعمل كمان شكل تاني بميكس من الكاكاو والفانيليا،
بيديني كده شكل رخامي، بيبقى شكله حلو قوي. وما ننساش بقى نشغل الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180، هتبقى درجة حرارة متوسطة. نحط الصينية في الرف الأوسط، هنستنى عليها كده لمدة 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير، لغاية لما تاخد اللون الذهبي اللي انتوا شايفينه من تحت. ده كده التسوية المظبوطة للبيتي فور. هحط بقى كده زي ما انتوا شايفين، فيها شوكولاتة كده من جوه ومن بره. ده كده كنوع من التزيين للشوكولاتة. ممكن تحطوا عليه فورماسيل، ممكن تحطوا عليه مكسرات سوداني، جوز هند، زي ما تحبوا. ده كده الشكل النهائي للبيتي فور بتاعنا، طالع مظبوط جدا بجد، طعمه حلو قوي واحسن من اللي بنجيبه كمان من بره. بصوا شكله حلو ازاي، ودايب كده في نفس الوقت، مظبوط جدا جدا. اتمنى من كل قلبي تكون وصفة النهاردة سهلة وسريعة وخفيفة عليكم وتعجبكم في نفس الوقت. وما تنسوش بقى لو الفيديو بتاعي عجبكم تحطوا لي لايك وتكتبوا لي كومنت وتعملوا شير للفيديو مع اخواتكم واصحابكم. اشوفكم على خير ان شاء الله.